ازيكم عاملين ايه؟ وقبل ما نبدأ فيلمنا يلا بينا نصلي على النبي، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. وجايب لكم النهاردة فيلم حكاية، بس الأهم عندي تتابعوني للنهاية. وفيلمنا بيبدأ بطرها وهو خرقان هنا في دمه وطالع من ورا الصخرة هنا، وبيكون طرغة وسارة قاعدين في العربية وبيقابلهم طرها وبيقع هنا على عربيتهم، وبينزل طرغة وبيقول لرجالته ارموه بعيد، ده باين عليه مكرم قوي. وبتقول له سارة انت ما عندكش انسانية، ده حتى لو كان مكرم لازم نعالجه ويلا عشان نوديه المستشفى. وبعد اسبوع بتتنقل سارة هنا على نقالة وبتدخل المستشفى وبتفوق هنا وبتسأل الدكتور عن طرها وبيشاور لها ان هو في السرير اللي جنبها. وبيطلع طرخة ورا الدكتور وبيقول له انت ازاي ما خلصتش عليها كل ده؟ فبيقول له الدكتور اهدى كده وساعة وهتكون ميتة. وبيروح الدكتور وبيدخل لموظف الكاميرات وبيخبطه على راسه وبيفصل كل الكاميرات، وبيروح على السرير بتاع سارة وبيقطع الخرطوم بتاع الاكسجين وبيطلع بره. وبتتخنق سارة ساعتها وبتفضل ترن الجرس للتمريض، والدكتور ساعتها بيلهي الممرضات كلهم علشان ما يروحوش عندها. وبتخبط سارة في دماغ طرها بالعلبة الصغيرة دي اللي كانت مرمية جنبها، وبيفوق وطرها بيشيل الاكسجين اللي عليه وبيحطه لها، وبيكون ساعتها بيفرفر. وبتحتف سارة الطفاية في ازاز الأوضة، وساعتها كل المستشفى بتدخل عندها وبيلحقوهم. وبتقعد سارة مع طرخة في المكتب هنا وبتقول له ان طرها ده هيكون ابنها وهيكون اسمه أرجون ومن غير ما حد يعرف، وتكون هي امه. وبتطلب منه ان هو يسفره بره عشان يكمل تعليمه ويرجع عشان يمسك الشركة بتاعتها، ومش عايزة حد يفكره بالماضي بتاعه خالص. والموظفة هنا بتجيب محفظة طرها لسارة وبتلاقي سارة صورة سانتي يا حبيبته، وبترمي سارة المحفظة باللي فيها في المية. وبعد سنة بيكون مايك هنا مدير الشركة بيساعق لأنوشكا موظفة عنده عشان رفضت مشروع عميل أجنبي لمجرد بس ان هو حط ايده عليها. وبيحاول مايك ان هو بيتحرش بيها هو كمان، وبيعرفها ان ده عادي خالص في اوروبا وان هي اللي غلطانه. وبتعيط انوشكا وبتطلع فوق البرج وبتقرر ان هي ترمي نفسها. وبيجي طرها بالطياره بتاعته وبيقول لها مش انت اللي المفروض تموتي. وبتقول له انوشكا ما بقاش عندي امل خالص في الحياه، وبترمي نفسها. وطرها ساعتها بيلحقها وبتبقى رجله متشعلقه في الطياره وبيمسكها بايديه عشان ما تقعش وبيلحقها وبيدخلها الطياره كمان. وبينزل طرها المايك وبيرزعه حته قلم وبيقول له الكرامه والحياه عندنا اهم من اي عميل، هيزود لنا كام مليون يعني للشركه بتاعتنا. وطرها بينادي على انوشكا عشان تاخد حقها من العميل الاجنبي اللي هو حط ايده عليها، وبتضربه انوشكا بالقلم وبيعين طرها انوشكا مديره للشركه وبيطرد مايك كمان. ودي بتكون هاريكا وبتضرب كريشنا بالقلم لما شافت ان شركه طرها هي الاولى في السوق وشركتها هي التانية. وبتروح تكلم تونال وبيقول لها تونال بلاش تحطي طرها في دماغك، امه بعتته بره عشان يكمل دراسته وكمان لما بيرجع يمسك شركتها. فبتقول له هاريكا مهما كان التمن انا هخريه وشركتي هتكون هي رقم واحد. وبيجي طرها وبيقابل هاريكا وبيبيع طرها ليها ويقول لها ان هو مسافر بانكوك عشان يمسك الفرع اللي هناك. وبتبقى هاريكا هنا واقفه في المطار ودولت بيكونوا رجالتها وبيكونوا مستنيين طرها يجي، وبيجي وشنطته بتكون ماشيه وراه عشان هو موصلها بالبلوتوث. وبيروح الثلاث رجاله دولت بيتعرفوا عليه وبيقولوا له ما ينفعش تقفل شنطتك كده على الكلب بتاعك احسن لا يموت. ولما هاريكا بتبقى في العربيه بيقولوا لها رجالتها ان هم حكسوا نفس الاوضه اللي طرح عكسها وفي نفس اللحظه عشان السكرتيره بيتلخبطوا وتنزلوا في نفس الاوضه. وبيروح هنا طرها وهاريكا قصاد الريسبشن والسكرتيره بتعتذر ليهم ان هما الاتنين حجزوا نفس الاوضه. وبتعمل هاريكا ان هي مكسوفه قوي وبتقول بابا منعني ان انا انام مع اي حد وكمان ما ينفعش الكلام ده اصل احنا هنا محافظه قوي. وبتقعد هنا هاريكا في الاوضه وبتكلم رجالتها وبيكون طرها جنبها واللي فاصل ما بينهم هو جدار بس، وسامعها من سماعه التليفون وهي بتتفق معاهم ان هم يسرقوا المشروع بتاعه اللي على اللاب لما ينزل. وبيدخل طرها عليها وبيخلي الشنطه بتاعته وراه وبيخبيها ساعتها جنب الكومودينو وبيقف يتكلم معاها وبيقسمها على فنجان قهوه. بس هاريكا ساعتها بترفض، ولما يقعد يشرب في البار بتطلع هاريكا من حمام السباحه بالمايو الحلو ده عشان تخرب جسمها الكامت قوي. وبعدها بتروح الاوضه بتاعتها وبتلاقي رجالتها لابسين قمصان النوم بتاعتها، وهاريكا ساعتها بتتقرف منهم قوي. وبتلاقي الرابع بتاعهم بيستحمى كمان في البانيو بتاعها وبيدخل عليهم طرها بالبورنوس كمان. يلا كملت
وبيقول لهم ان هو كان سايب اللاب عندهم طول الفتره دي، وبتقعد هلكة على الترابيزه وهي محروقه قوي من الموقف اللي هو حصل ما بينها وما بين طارها. وطارها ساعتها بيجيب لها الفلاشه بتاعته وبيقول لها ده المشروع اللي انت كنت عايزاه وانا هديهولك. وساعتها هلكة بتعيط وبتقول له انا اسفه جدا وانت لازم تعاقبني. وبيقول لها طارها عقابي ان احنا نكون اصدقاء، وبيمد لها ايديه عشان بجد يبداوا الصداقه ما بين بعض. وبتنزل معاه هنا على السلم الكهرباء وبيشوف سانتيا حبيبته القديمه وبيشبه عليها قوي. وساعتها بيطلع الموبايل بتاعه وبياخدها كام صوره. وهنا بينزل طرخه ورا هلكة على السلم ده وبيقول لها عايز الحلاوه بقى مادام اخدت المشروع. وبتدخل ساره وبتقول لطرخه ان ام هلكة صاحبتها الانتيم ومهما يحصل في الشغل هم اصحاب. وبتطلب هلكة للجواز من ابنها طرها وبتقول له طرها عقاب خيانتك بعدين مش دلوقتي قدام الناس. وهنا طرها بيكون قاعد بيتفرج على صور سانتيا على الشاشه، واول ما بتدخل ساره بتفتكر صوره البنت اللي كانت في المحفظه بتاعته ساعه لما رمتها، وقالت له اننا ممكن نشوف ناس بيتهيأنا ان احنا شفناهم قبل كده وده مش بيحصل، وبتعرفه انها هتجوزه الهركه. وساعتها بيزعل وطرها بيقول لها ان هو معتبرها صديقه ليه ومش شايفها ان هي مراته نهائي. وبتقول له ساره انا امك وعارفه انها هتريحك بعد الجواز وخلاص، وانا اديتها شركتنا تمسكها. وبتكون هنا سانتيا على السرير في المستشفى وبتاخد جلسات كهرباء، وماشك بيكون واقف مع الدكتور والدكتور بيقول له انها هتفضل 48 ساعه مش عارفه تتكلم ولا كلمه. وبيكون هنا اهل القريه كلهم موجودين وسانتيا بتكون قاعده وسطهم ومش عارفه تتكلم، والحكومه والوزير بهانه موجود كمان. وبيكون في جوه التبن مستخبيه وبتحاول ترضع ابنها، وبتحاول كمان ان هي توطي صوته. وماشك ساعتها بيمد ايديه جوه القش وبياخد الطفل، ومن الخباوه بيكتم نفس الطفل. وبعد ما الحكومه بتمشي بتروح الست عشان تاخد ابنها من ماشك وبتقولها، بس الولد ساعتها بيكون قطع النفس وبيموت. وبتعيط الست قوي وبيروح جوزها يضرب ماشك ضربه خفيفه كده برجله، وبعدها بيروح ماشك يكسر رقبه جوزها وبيموته وبيحرقه كمان قصادها، وبيرمي ابنها كمان في وسط الحريقه. وبيكون طرها قاعد في المكتب وبيرمي طرها عليه ملف ارض برداش وهو باين عليه بيكون قاصد. وبعدها بياخد الملف قال ايه يعني مش عايز يديهوله، وقال لنفسه بعدها ده اللي هيرجعه مطرح ما احنا جبناه. وبيجتمع طرها مع كل الموظفين على الترابيزه دي وبيشرح لهم مشروع الطاقه الشمسيه. وبتدخل ساره عليه وبتقول له المشروع ده مش هيتم واصرف نظر عنه خالص، وبتحكي له لما راحت هي وموظفيها الارض وكانت خلاص هتنفذ المشروع وجه ماشك وشتمها وقل منها قدام الناس، وجه بهانه كمان الوزير وحط رجله على الورق بتاعها ومسك صباعها وكمان كسره لها. وبتبص ساره لابنها وبتقول له ومن بعدها انا اتنقلت للمستشفى. فبيتعصب طرها قوي وبيقول لهم دلوقتي ما بقاش بس مشروع، ده انا لازم ارجع حق امي. وبيكون بهانه راكب العربيه مع سيمبا عضو مجلس الشعب، وطرها بيكون على الارض وبيرن على بهانه وبيقول له انت ورجالتك محدش فيكم يقدر يعمل لي حاجه، انتوا اخركم بس تتشطروا على واحده ست. وبيحط التليفون قصاد المكن وبيفتح السبيكر كمان عشان يسمعوا صوت المكن اللي شغالين في الارض عشان يعلم عليه كمان. وهنا بيكون اهل طرها كلهم متجمعين وقاعدين، وواحد من اهل القريه اول ما بيشوف طرها بيفضل يترعش وبتقع منه الصينيه، وساعتها بيطلع يجري وطرها بيجري وراه وبيمسك ماشك وش ساره وبيقربها ناحيه النار عشان يحرقها. وطرها ساعتها بيخلع باب العربيه وبينزل يطحن في الرجاله كلهم وبيطيرهم من قدامه. وبتكون هركه بتحط مرطب وملطف على وش ساره وبتقول لها ابنك عمال يعمل الواجب معاهم قوي وبيطيرهم في الهوا زي التبان. وبيكون طرها نازل فيهم طحن وبيظبطهم وضرب فاخر من الاخر. وبعدها بيقف قدام الناس كلها وبتجري سانتيا عليه وبتحضنه ومش بيفتكرها خالص ولا حتى بيفتكر اهله اللي اتربى معاهم واقفين وسط الناس، والناس ساعتها بيفكروه زمان. وده بيكون منش راجل ظالم قوي وحب يحرق كل محاصيل الرز اللي كانوا مسرعينها. وبيقف لحد ما طرها بيجي هنا وهو كان زمان ظابط وبيدخل طرها عليه، ومنش ساعتها مناخيره بتجيب دم وبيبقى مش عارف ازاي يتعور وبيفتكر ان طرها قلبوا على دماغه. وبيبدأ بقى طرها ان هو يضرب كل الموجودين وبيضربهم ضرب فاخر من الاخر وعلقة موت، لحد اما طرها هنا بيوقع منش على الارض وبيحط رجله عليه علشان يعلمه ملوش دعوه تاني باهله. وبتنزل سانتيا من العربيه وبتدخل بيت طرها وبتسلم كمان على ابوه وبتدخل المطبخ
وبتسلم على امه وبتقول لها وحشتني قوي يا حماتي. بتقول لهم ان هي هتتجوز ابنهم وان مفيش بنت في القريه اجمل منها. وبتروح سانتيا الجنينه وبيكون طارها ساعتها بيسقي الزرع وسانتيا بتفضل تفرجه على جسمها وتقول له ايه رايك، وتقول له شوف انهي حته في جسمي مش عاجباك وانا هعمل على طول عمليه تجميل واخليها تعجبك قوي. وبتخليه يجيب لها ورده من الزرع اللي جنبه. وبتيجي الست وبنتها من المطبخ وبنتها بتقول لها ده مش اخويا، ده الشرطي اللي شغال عند اخويا. وبتزعل سانتيا قوي وتقول لطارها انا اسفه على الغلط ده. وبيزعل طارها وبيقول لها بعد ما خليتيني احبك انت وحشه قوي، وبيسيبها وبيمشي. وبيدخل سومبا على الموتوسيكل والبنت بتقول لها ده اخويا بقى، واخويا هو وصل. وبيدخل سومبا وسانتيا بتديله ورده حمراء وساعتها سومبا بيعمل فيها ابو السباع، بيدوس بنزين جامد لغايه لما بيتقلب هنا وبيقع وبيقوم وريحته بتكون قلبه المكان كله. وسانتيا ساعتها بتمشي وبتقعد هنا مع ابوها وامها على السرير وبتقول لهم انا حبيت الشرطي اكتر من المفتش، بس ابوها بيقول لها ما ينفعش احنا عينينا على الواسطه. وسانتيا ساعتها بترفض خالص الكلام ده وبتقرر ان هي تطفشه. وفي حفله جواز جانا وده بيكون ابوها بانش اخو بهانه وبيكون ماسك الميكروفون وبيقول للناس انا بنتي عملت علاقه مع واحد وهي دلوقتي حامل بس هم هيتجوزوا. وبيدخل بهانه بالسكينه وبيقتل حبيب بنت اخوه وبياخد بانش بنته جانا في حضنه وبيبقى بهانه عايز يقتلها وابوها بيحميها. وبيروحوا يستخبوا في الاوضه هنا ورجاله بهانه بيكسروا الباب لغايه لما يفتحوا الباب وبيثبتوا بانش عشان يقتلوه ويقتلوا بنته كمان. بس طارها بيوصل وبيضرب النار عليهم ورجاله بهانه بيترعبوا وبيطيرهم طارها كمان في الهوا وبيظبطهم على الاخر. وبيروح طارها البهانه الحفله وبيرفع السلاح عليه ولما رجالته بيحموله ساعتها طارها بيضرب الرصاص في الهوا ورجاله بهانه بيكروا زي البنات. وبيقول له طارها القانون فوق السياسه بتاعتك وفي واحد مقدم شكوى ضدك اللي هو اخوك بانش. وبيكون بانش وبنته واقفين وبيهددهم بهانه عيني عينك كده قدام الناس ان هو هيقتلهم. وبيروح بانش ومعاه بنته جانا يقابلوا طارها وبيقول له ما تخافش حفيدك هيتولد على الارض دي. وبيعيط بانش قوي وبنته كمان وبيقول لهم انا بنتي اترملت قصاد عيني وبينهار قوي من العياط. وبيرن بهانه مكالمه فيديو على طارها وبيكون حاطط رجله على الكاميرا كاهانه ليه يعني. وبعدها بيقف ويقول له انت اخرك شرطه وانا عندي بقى السياسه كلها هي اللي بتنفعني وهقتلك وهقتل كمان اخويا وبنته. وبيقول له طارها مش هتقدر لان هوريك انا ورايا مين. وساعتها بيوري له اهل البلد كلهم وراه. ومن الخطه بهانه بيرمي التليفون من ايده وبتكون جانا هنا قاعده وبيجي الكهربائي عشان يصلح التلفزيون عشان جانا تطلع من الموت الحزن اللي هي قاعده فيه. ولما الكل بيخرج بيمسك الكهربائي السكينه عشان يقتل جانا وبيدخل سومبا عليه والكهربائي بيعين السكينه مكانها وبيتكلم سومبا معاه شويه وبيخرج وبيطور الكهربائي على السكينه. ساعتها سومبا واهل البيت بيرجعوا له وبيثبطوه بالكلام وشانا بتستخبى في حضن ابوها بانش وبيطلعوا الكهربائي للناس بره. وساعتها الكهربائي بيوطي على رجل بانش وبيقول له سامحني بهانه هو اللي طلب مني ان انا اقتل بنتك. وساعتها بيسامحوه بس بيقرروا ان هم يسلموه للشرطه. ويوم الفرح بيقول سومبا للكل انا مش حاسس ان سانتيا هتبقى رومانسيه معايا وعايزها تختار وهي مخمطه عينيها عريسها. وبتطلع سانتيا وهي مخمطه عينيها وبتشاور بايديها لغايه لما بتقف هنا عند طارها والراجل الكبير بيقول لها والله عندك حق ولو كنت اخترت سومبا ده سومبا اصلا مهرج وعبيط كمان. وبتروح سانتيا تجري على طارها حبيبها وبتقول له هبقى حبيبتك لنهايه العمر وبترقص له كمان. وبتكون شانا في المستشفى وبيكشفوا عليها وبيكي ماشي ورجالته بالسلاح علشان يدخلوا يشوفوها بس الدكاتره بيقولوا له ان هي مشي. وبتكون ساعتها في العربيه ورجاله ماشك بيطلعوا وراها بس الونش بيرفع عربيتهم ومش بيعرفوا يلحقوها. وبيكون اهل القريه كلهم واقفين ومتجمعين هنا وعمالين ينتبهوا ومش عارفين يروحوا فين بعد ما بهانه عايز يخرجهم من الارض. وبانش بيكون واقف وسطهم ومش عارف يعمل ايه ليهم وبيروح لاخوه البيت وبيبقى الامن ساعتها مش عايز يدخله بس لما بيعرفوا ان هو اخوه بيدخلوه. واول ما بيدخل وبهانه بيقول له بنتك وحفيدك هياخدوا الورث كله. وبانش بيقول له انا هتنازل على الورث كله انا وبنتي مقابل ان انت ما تطلعش الناس من اراضيها ومن بيوتها كمان. وبهانه بيقول له انا طمع اخويا مش انت اللي هتبقى اخويا والارض دلوقتي تمنها اتضاعف وهتبقى بتاعتي وتص في كل الفقراء.
وساعتها بانشو بيتعصب وبيطلع المسدس وبيضرب النار على بهانة، بس بهانة بيستخبى ما بين العفش، والطلق كمان مش بيجي عليه، لحد اما الطبق هنا بيتحدف في دراع بانش وبيقع منه المسدس، وبهانة بياخد المسدس وبيضربه بالنار وبيموته كمان، وبيطلع التليفون من كيبه، وبتكون بنته بترن عليه، وبيفتح بهانة عليها وتقول له جنى ما تتأخرش عليا يا بابا، انا في القطر، والقطر فاضل له ربع ساعة ويطلع على دلهي على طول. وبيقفل بهانة وبيقول لرجالته روحوا دوروا عليها، هي موجودة دلوقتي في القطر ويلا اقتلوها. ويروح ماشي ورجالته يدوروا عليها في القطر، وبتستخبى جنى تحت الكرسي، وبيرن عليها طرها وتقول له انها خايفة قوي، ويقول لها طرها اطلعي من القطر وحط طرحة على راسك وتسلم على الناس اللي قصادها كأنها يعني تعرفهم، وبعدها بتسيبهم وبتمشي، والتليفون بيقع منها غصب عنها، وبتجري جنى لحد اما تدخل هنا القطر التاني، وبتقعد عادي وبيكلها طرها ويقعد معاها ويطمنها كمان، وبتكون في ست حامل جنبها في الكرسي وبتصوت كأنها هتولد عشان تشغل طرها عنها، وبتطلع السكينة عشان تقتل جنى. ساعتها طرها بيمسكها وبيدافع عنها وبيضرب كل اللي قاعدين، وبياخد جنى وبيحميها، ورجالة ماجيك بيحاصروه من قدام ومن ورا، وبيضربهم طرها بالرجل لحد اما واحد منهم بيضرب طرها بالسكينة، وجنى هنا كانت هتقع ما بين القضبان سكة الحديد، وساعتها طرها بيمسكها بايديه وبيتخانق بايده التانية لحد ما بيطلعها وبيركبها العربية التانية، وبيقفل باب الحديد عليها، وبيربط طرها الطرحة على جروحه، وبيتخانق مع ماجيك وباقي رجالته، وبينط وبيجري وراهم فوق القطر، وبيوقع واحد ورا التاني، وبيسيح تمه كمان، وبينزل طرها لجنى وبتطلب منه ان هم يروحوا لاقرب مستشفى لما القطر يقف، وبيتفاجئوا ان ماجيك جه عشان يقتل جنى، وبيطيروا طرها بره القطر، وبينط طرها وبياخد الاتنين دولت معاه، وبيقطع رقبة واحد منهم بالسكينة قبل ما يقع. وبنرجع للحاضر وطرها بيكون واقف ومش فاكر اي حاجة من اللي هي اتحكت له خالص، وسارة ساعتها بتقول له صدقهم، انا لقيتك من سنتين قريب من المحطة هنا، وانت كنت ساعتها سايح في دمك، وانا بصراحة كنت انانية واخدتك ابن ليا. وبتاخده سانديا من ايديه وبتوديه لجنى، وبتشيل النقاب من على وشها وبتروح له جنى عشان توطي وتبوس رجله وتعتذر له على اللي حصل له، وبتقول له ان بهانة حاول يقتلها اكتر من مرة واللي حماها ابوه، وبتروح تجيب ابنها وبتوريه له، وطرها ساعتها بيشيله وبيسألها عن اسمه، وبتقول له طرها سميته على اسمك، وبيفرح طرها قوي بالطفل، وبيقول له الناس بتتولد وتعمل التاريخ بعدها، وانت اتولدت والتاريخ معاك. وبهانة بيطلب من رجالته يحضروا نفسهم عشان يقتلوا بنت اخوه جنى وطفلها كمان بعد ما عرف ان هي لسه عايشة، وكمان يقتلوا طرها كمان. وبيتقابلوا هنا في الارض، وجنى شايله ابنها وبيكلم بهانة سيمبا صاحبه عشان يزوده بالرجاله، وسيمبا بيقول له انت دلوقتي ولا وزير ولا عضو مجلس، وانت دلوقتي اتركنت كمان على الرف، وخدمتك ما بقى لهاش اي لازمه. وبيروح رجاله بهانة عشان يقتلوا جنى، بس طرها بيضرب عليهم النار وبيموتهم لحد ما بيمسك في رقبه بهانة وبيرميه هنا في العربيه، وبيسيح دمه وبيموته، وبيجيب الست اللي قتلوا ابنها وجوزها وبيديلها الكبريت عشان تولع فيه، وبتاخد بطار كوسها، والست ساعات بتشفي خليلها فيه، وبتقعد جنى وابنها على كرسي الملك، وطرها بيهنئ كل الفلاحين على الارض ان هي بقت خلاص بتاعتهم ومحدش يقدر يطلعهم منها، والكل بيسقف وبيفرح كمان. وسارة بتسلم على طرها هي وطرخة وهركة كمان وبيمشوا، وبترجع له سارة تاني وبتحط ايديها على وشه وتقول له حتى لو افتكرت ماضيك ولا لأ انا هفضل امك طول العمر. وبكده بيكون خلص فيلمنا، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. مع السلامة.